عشان تحلق في السعوديه هتدفع كام في الحلقه؟ اول حلاقه شعر ليا في السعوديه. انا دلوقتي رايح صالون حلاقه، انا معرفش هدفع كام او الحلاقه هنا سعرها كام، فتابعوا معايا الفيديو. يلا بينا. ثانيه واحده ثانيه واحده، انت من مصر؟ اكيد يا صاحبي. انا فكرتك سعودي، انا ما اتكلمتش معاك خالص، انا لسه جاي دلوقتي من حبيبي حبيبي والله شرف ليا، تسلم حبيبي. اول حاجه بيبدا يظبط لك الدنيا كده وبيحط لك كيس حوالين جسمك كله. واكتر حاجه عجباني هنا في السعوديه النظافه، هو بيلبس جلافز كده قبل ما يستخدم الادوات كلها. اول حاجه بدا يعملها بيفك اللزقه بتاعت المناخير ديت علشان بتشيل الرؤوس السوداء اللي في المناخير، بتشيل حاجات كتيره زي الشعر والكلام ده كله. بدا بقى في حلقه الشعر بدا يدرج لي كده، انا كنت طالب تدريجه زي ما انتم شايفين. قلت له كمان يقصر لي شويه من فوق علشان بحب شعري يكون قصير من فوق خالص. بعد كده حط لي حمام كريم، وبعد كده حط لي الهير سيفتي، وطبعا البخار كان شغال وهو بيحلق لي دقني. بعد ما خلص حلاقه الدقن حط لي الفوطه البارده وقعد ينشف وشي كده بيها. بعد كده حط لي كريم ترطيب للوش بيفتح المسامات. بعد كده جاب الفرشه